مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم زوموتو. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. كشف الصانع الالماني على اصدار جديد من اكسام اللي جاب اسم اكسام ليبل ريد، وهي اول سياره دفع رباعي تم تطويرها حصريا بواسطه موتور سبورتس القسم الرياضي في بي ام دبليو. المحرك V8 ثنائي تيربو الشهير كيطور هذه المره قوه 748 حصان، اي 95 حصان اكثر من اكسام الكلاسيكي، وبهذه القوه اصبح اكسام ليبل ريد اقوى مركبه كتحمل باج ام في التاريخ. بالاضافه للقوه الكبيره اللي كيتمتع بها هذا الموديل، يقدر يحقق تسارع من 0 ل 100 كم في الساعه غير في 3.8 ثواني فقط، وبسرعه قصوى كتوصل ل 290 كم في الساعه، الشيء اللي مزيان بالنسبه لمركبه كتوزن اكثر من 2.7 طن. طلبات مفتوحه بالفعل والثمن كيوصل لاكثر من 200 ألف يورو. وفي نفس الوقت اعلنت بي ام دبليو على نسخه اكسام 50 اي من سيارات الدفع الرباعي الكبيره اللي كتخلى على المحرك V8 لصالح محرك 6 اسطوانات مقترن بالنظام الهايبريد. هاد النسخه اللي مازال ما معروفاش المواصفات التقنيه ديالها، ولكن السعر غادي يكون معقول واقل من ليبل ريد. من جهة أخرى، أعطى الرئيس التنفيذي شركة فولكسفاغن توماس شافر مؤشرات على مستقبل العلامة التجارية وعلى التغييرات المهمة القادمة، وكيبان باللي الأيقونة الجولف اللي تباع منها أكثر من 36 مليون نسخة في العالم غتسالي القصة ديالها مع الجولف 8، حيت العلامة التجارية الألمانية ما فكراتش تعاود تنتج جيل جديد باسم جولف 9 بمحرك حراري اللي متعودين عليه منذ عقود. نفس الشيء بالنسبة للجيل القادم من بولو، وهذا القرار كيتعتبر منطقي علما أن بحلول سنة 2033 كتخطط فولكسفاغن باش تبيع السيارات الكهربائية فقط. شرط واحد اللي يقدر يبدل هذا البرنامج هو ان التحول الكهربائي في السوق الاوروبيه ما غاديش كيف ما هو مخطط ليه، ولكن باقي غادي نتسناو جديد المحركات الحراريه اللي غيجيو في موديلات بحال تيغوان. وفي عام 2025 غادي تكشف لنا فولكسفاغن على اخر موديل محرك حراري اللي غيكون هو التيغوك. سالات الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في الحلقه الجايه.